تعليم ايه؟ احنا اخرنا يا على التيك توك يا على التيك توك وخلصت على كده. وانا بفضل الله الامتحان 4 سنين ما بيخرجش بره ملزمتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شوفوا مين اللي جه يا شباب. الاستاذ محمد مصطفى بيه باشا بنفسه. يا اهلا بالحلوين. ايه الغيبه الطويله دي؟ ده انت كنت بتصيف انت ولا كنت بتشتي ولا كنت فين؟ كنت بجمع لك اجرتك. اجرتي؟ انت اتجننت يالا؟ ايه؟ زعلتك؟ ما هو لما تبقى الحصه ب 300 جنيه والمذكرات ب 1000 جنيه يبقى هنتعلم ولا هننزل نشتغل عشان نجيب فلوس نتعلم بيها؟ روق يا مستر. استنى عندك يالا، استنى عندك. هو انا المفروض افضل واقف على رجلي وافضل انبح في صوتي وكل ده ايه؟ ببلاش؟ لا طبعا حرام، بس حرام برضو لما شويه ورق يدفع فيهم الافات. حبيبي الورق ده عليه علم ما يتقدرش بثمن. وكتاب الوزاره اللي رامينه في الادراج يتقدر بثمن صح؟ كتاب الوزاره فيه الاساسيات، انما ملزمتي انا فيها البهاريز. بعدين مين قال لك ان انا باخد حاجه في جيبي؟ ما تسال زمايلك اهو. هو انا مش كل شهر بوزع عليكم موبايلات وهدايا قيمه يا ولاد؟ بنجيبهم عشان تجذب غيرهم، لزوم الريتش يعني وكده. وليه ما تقولش ان انا بشجعهم عشان يجتهدوا اكتر؟ يجتهدوا يا مستر؟ اللي قدامك دول مش جايين عشان التعليم، دول جايين عشان فقره النكت والتيك توك اللي حضرتك بتعملها معاهم. جايين عشان اسئله الامتحانات اللي وعدتهم انها مش هتخرج بره ملزمتك. اللي انت شايفهم قدامك دول اخرهم يا على التيك توك يا على التيك توك وخلصت على كده. ياه، ده انت معبي قوي. لو بتتعلم ليه يا محمد؟ ما تاخدها من قصيرها يا ابني. مش بمزاجي، بس عشان على الاقل يقولوا حاول يبقى حاجه. اتعلم عشان لما اجي اتجوز يقولوا لها ده مهندس ولا محاسب. اهو مسمى يشرفنا حتى لو العلم ما شرفناش. وحتى لو هو ده الواقع وهو ده تمن التعليم. عندك حق، التعليم دلوقتي للحراميه. انت كمان بتغلط في زمايلك؟ لا انا بغلط في البيزنس. البيزنس اللي حول التعليم لمافيا، والمدرسين لمقاولين بيأجروا استادات وبيدخلوا بجردات وبيستعرضوا عضلاتهم على عيال غلابه بيسموا نفسهم وحش الجيولوجيا وامبراطور الكيمياء وبابا الرياضه. نموذج زي ده هيربي فيا ايه قبل ما يعلمني؟ وانت جاي لي بقى عشان اربيك؟ امال ابوك بيعمل ايه؟ الله يرحمه. عشان كده بقى الباشا مش متربي. بالعكس، دي تربيه ابويا. ويا ترى بقى الوالد كان شغال ايه عشان يعلمك تكلم مدرسك بالطريقه دي؟ مدرس، الاستاذ مصطفى العقاد، مدرس اللغه العربيه في مدرسه الصفا اللي حضرتك كنت طالب فيها. ايه؟ استاذ مصطفى العقاد؟ يبقى ابوك انت؟ ايوه، الاستاذ مصطفى اللي كان بيقف في الفصل يشرح بضمير لحد ما صوته يروح يطلع من جيبه ويدفع مصاريف الطالب الغلبان. الاستاذ اللي عمره ما باع العلم بالقطعه ولا عمره استغل طالب في درس خصوصي. جيل المدرسين الحقيقيين اللي ماتوا ما سابوش وراهم املاك ولا ملايين من عرق الغلابه. جيل المدرسين اللي شايفين ان المدرس رسول واجب عليه يبلغ رسالته ويأثر في الناس عشان نطلع اجيال مثقفه ومتعلمه، مش اجيال مغيبه. العيب عمره ما كان فينا، العيب في المدرس اللي لو اتعدل ورجع لنفسه هيبته من تاني اوعدك عمرنا ما هنلاقي بلطجيه ولا حراميه في الشوارع، ولا هنلاقي حد على التيك توك ولا التوك توك. على اذنك يا مستر.